الجريمة بتاعت النهاردة هي من أبشع الجرائم اللي حصلت في التسعينات في مصر. كل اللي هيسمع الجريمة دي هيقول أنا حسيت إني سمعتها قبل كده، وبالخصوص الجيل الكبير، لأن الجريمة دي المجرمين ساعتها اتعدموا على الهوا مباشرة. وأنا زي ما قلت لك في أول الفيديو إن الجريمة دي من أبشع الجرائم، فلو قلبك ضعيف ممكن ما تكملش الفيديو، أما لو قلبك جايبك فيلا بينا نبدأ الفيديو. سنة 1997 في إحدى شوارع القاهرة سمعنا بتاع الجرايد بيقول يا ناس تعالوا شوفوا سفاح مدينة نصر. وسفاح مدينة نصر ساعتها كان عنوان كل الجرايد، كان كله بيتكلم عن الجريمة دي، وكانت بتتكلم عن الضحية اللي هي المهندسة نانيس أحمد فؤاد. الجرايد كلها ساعتها كانت بتتكلم عن المهندسة نانيس أحمد فؤاد، وهي مصرية متجوزة وعايشة مع جوزها حياة سعيدة. المهندسة نانيس كان عندها طفلين، هدير 5 سنين وأنس عنده 2 سنين بس. في يوم من الأيام اتفق جوز نانيس إن هو يجيب 3 عمال عشان يوضبوا الشقة بتاعته، يعني يعملوا صيانة ونقاشة للشقة بتاعتهم وكده. شقة المهندسة نانيس وجوزها كانت في مدينة نصر، والثلاثة اللي اتفقوا معاهم ساعتها هم محمد زكريا علوان وسيد زكريا علوان وابن خالتهم محمد خورشيد نصر الدين. اتفقوا ساعتها ال3 عمال مع المهندسة انهم خلاص هيبدأوا صيانة. بعدها راحت المهندسة نانيس الشقة ودخلت أوضة النوم وجابت لهم منها فلوس زي عربون كده او مقدم للشغل. بس طبعا بعد ما شافوها داخلة أوضة النوم وجابت الفلوس منها قالوا ساعتها ايوه يبقى الأوضة دي مليانة فلوس. من هنا بدأت بداية طريق الشر، والشيطان لعب جوه دماغهم والطمع خد عقلهم. فكروا ساعتها ان هم هياخدوا الذهب والفلوس وكل حاجة، وقالوا اللي هيقف ساعتها في وشنا هنمحيه من على وش الارض. وفي 13 اكتوبر سنة 1997 وصل محمد خورشيد ومحمد زكريا لبيت المهندسة نانيس. ساعتها فتحت المهندسة باب الشقة وقالوا لها ساعتها ان هم عايزين يخلصوا بعض الشغل في الشقة. المهندسة قالت لهم اتفضلوا وانا هعمل لكم الشاي. راحت ساعتها تعمل لهم الشاي ومتعرفش ان عينيهم على الذهب والفلوس. دخل ساعتها وراها المجرم محمد خورشيد وكتم نفسها. وقتها حاولت تتكلم وقالت لهم خدوا اللي انت عاوزينه، بس وقتها جه المجرم محمد زكريا وضربها بالمطوه في بطنها. المطبخ كله بقى عباره عن دم، والمهندسه المسكينه ماتت. بس بعد كده للاسف حصلت حاجات ابشع بكتير من اللي انتوا شايفينه ده، وما استكفوش بقتل المهندسه وسرقه الذهب والفلوس. وهم بيدوروا شافوا الطفلين انس وهدير وسالوا المجرمين فين امنا. رد عليهم وقال لهم ماما في المطبخ شويه وجايه ما تخافوش. وفي وسط ما هم بيدوروا على الفلوس المجرم محمد خورشيد خنق الطفل هدير لحد ما ماتت. وعلشان يتاكد المجرم محمد زكريا انها ماتت ضربها بالسكينه تاني وهي طفله اصلا ما عملتش اي حاجه. اخوها انس الصغير قعد يعيط اول ما شافهم قتلوا اخته. راحوا المجرمين حطوه جوه الدولاب وقفلوا عليه علشان ما عندهمش اي رحمه. كملوا السرقه ودوروا على الفلوس، بس ساعتها انس قعد يعيط ويصوت جوه الدولاب. بعدها المجرم محمد خورشيد فتح دولاب الطفل انس. اول ما فتح الدولاب انس اخده بالحضن عشان انس اصلا ما يعرفش ايه اللي بيحصل وما يعرفش يعني ايه مجرم. والمجرم ساعتها ما كانش عنده اي قلب او رحمه للطفل ده. اخد ساعتها طرحه من دولاب المهندسه وخنق الطفل بيها لحد ما مات. بعدها رجع الاب البيت، وهنا كانت المصيبه. اول ما دخل شاف جثه ابنه، واول ما وصل المطبخ شافه مليان دم وجثه مراته قدامه. تخيلوا واحد جاي من الشغل شقيان يلاقي المنظر ده قدامه. فضل ساعتها يدور على ولده انس، ولما دخل برضه لقى ميت. من هنا بدأت التحريات والشرطة شكت في الجيران، بس الأب ساعتها قال لا، في 3 أنا اتفقت معاهم لصيانة الشقة. بعدها أكد واحد من الشهود إن شاف واحد منهم عند مدخل العمارة في نفس اليوم بتاع الجريمة. 3 أيام وتم القبض على ال3 المجرمين واعترفوا فعلا بكل حاجة عملوها. وقال ساعتها محمد زكريا أنا نقاش وباخد 15 جنيه في اليوم وعليا ديون، ولما رحنا الشقة شفنا الذهب والفلوس، وابن خالتي خطط إن احنا نسرقهم بأي طريقة ونسدد بها الديون دي. طب أنت عملت كده في نانيس ليه؟ عشان الفلوس. أنت كسيب. ما حضرتك كنت بشتغل، كنت كويس، ما كنتش بحاط. كنت حمد ربنا. كنت حمد ربنا. قول لي مين اللي ورا العمليه؟ احنا خلاص بقى الشرطه خلاص مسكتكم والمساله خلاص وهتتحقق وهتاخد اللي ربنا هيجازيك بيه، مش كده؟ مش القاتل يقتل ولو بعد حين. طيب لما انت بتكسب مين اللي خطط لك العمليه؟ انت ولا في حد؟ لا بصراحه بقى. هو والله ابن خالي، والله هو اكبر منك. وانت بسلامتك عندك كام سنه؟ انا عندي 22. وابن خالك عنده كام سنه؟ مش عارف، عنده تقريبا 24، اكبر مني بحاجات بسيطه. هو اللي خطط؟ خططها ازاي؟ قول لي كده. قال لي تعالى وديني ووريني الشقه، بس طلعت وديته ووريته الشقه ونزل تحت العماره قعد يلف حوالين منها. انت كنت قبل كده رحتوا الشقه؟ لما ستي طلبت النقاشه. انت اللي اترمى في حضنك الولد الصغير؟ انا اللي فتحت عليه الدولاب، كان محمد حطه في الدولاب وسمعت صوته بيصرخ، فبقول له هو فين الواد؟
قال لي ده في الدولاب. فجيت جري فتحت الدولاب وخدته في حضني. اول ما فتحته هو ارتمى في حضني، شلته. دنيتني شايله. طبعا هدومي كانت ساعتها متعصى دم. فقلت يا سيد خده على ما اروح اغير واشطف ايدي. فاديته لسيد. فعلى ما رحت الحمام الصغير غسلت ايدي ولبست بنطلون وقميص ورجعت لقيت سيد خانق الواد. امال انت عملت ايه؟ انا اللي دخلت اول حاجه الشقه انا ومحمد. وعلى السلاح ندهن الشباك. بعد كده دخلت انا عليها المطبخ اقول لها هات شويه جاز. فانا اللي حطيت ايدي على بقها وكتفتها. بايه؟ بايديا. بيقولوا بفوطه مبلوله. ده بقى في الاخر دي الفوطه المبلوله بعد ما حطيت ايدي على بقها. يعني هي وهي بتعمل الشاي انت اللي حطيت ايدك على بقها؟ انا ما شفتش وهي بتعمل شاي بس هي كانت في المطبخ. فدخلت عليها انا اللي مسكتها. مسكتها منين؟ هي كانت مدياني ظهرها فيا دوب على ما دخلت ادتني وشها. حطيت ايدي على وشها. ليه حطيت ايدك على وشها؟ علشان ما تطلعش صوت. عشان ما تصرخش. وبعدين؟ فاول ما حطيت قامت هي لقيتها بصيت لي كده وقالت لي ايه خدوا كل حاجه. يعني عرفت ان كنتوا عرفت يعني. فما لحقت قلت لها خلاص ما تطلعيش صوت. لسه ما كملتهاش لقيت محمد داخل من بره ومعاه المطوه وعمال يغزها. طفل عمال يصرخ جامد. طفل عمال يصرخ جامد. وبعدين؟ حاولت اسايس العب اي حاجه. لحظه اعصابي فقدت الوعي خالص. وبعدين؟ لحظه ببص لقيت انت قعدت تلعبه. يعني عايز تسكته. عايز اسكته ليه بقى؟ عشان كان بيعيط على امه؟ لا كان بيعيط عشان اخته. عشان اخته. وبعدين؟ اما احاول ان انا اسكت فيه عشان الواد في لحظه كده لقيت الواد عمال يصوت صوت بطريقه رهيبه. هيفضحكم. الصوت ده هيعمل ايه؟ هيلم الناس علينا. وبعدين؟ كنت ماسك الواد عمال على زمارة رقبته لقيته سكت شويه رحت سايبه. لقيته راح مفيش ثواني لقيته راح مصوت تاني بزياده. رحت جايب اشربه ورحت ربطه على زمارة رقبته. القضية ساعتها ما كانتش قضية عادية، دي بقت قضية رأي عام. وفي 12 نوفمبر سنة 1997 قررت المحكمة إنها تعدم المتهمين الثلاثة. وبعدها في مارس سنة 1998 قررت المحكمة إنها تنفذ الحكم. وبعدها تم إعدام المجرمين الثلاثة قدام كل الناس وعلى شاشة التلفزيون. اللحظات الأخيرة ليهم كانت كلها موجودة على شاشة التلفزيون ساعتها وكلها اتوثقت. تقول لي إيه اللي حاضر في ذهنك دلوقتي؟ فكر في إيه؟ مفكر ان ربنا يسامحني. تستغفر ربنا دلوقتي؟ طبعا. ورقم 8 لسنة 98 فحص المكتب الفني بمعاقبة كل من محمد زكريا علوان، محمد خورشيد نصر الدين، سيد زكريا علوان بالإعدام شنقا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمد رسول الله. تبت إلى الله. تبت إلى الله ورجعت إليه. ورجعت إليه. أنا آسف لو كانت الجريمة دي صعبة عليكم شوية، بس هي دي الجريمة وهو ده الواقع اللي ساعتها عاشته مصر في سنة 1997. والعبرة من الجريمة دي إن أنتوا تخلوا بالكم ومش أي حد تفتحوا له الباب وتأمنوه على بيتكم. لو عايزين قصص زي دي تاني ممكن توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك وكمان تشتركوا في القناة عشان تدعموني. سلام.